أهمية الستات في حياتنا؟ ده سؤال وانت عايز إجابة. بص يا سيدي، هو للأمانة الستات ملهمش أي أهمية في حياتنا. مش مصدق صح؟ هشرح لك ثانية واحدة. الراجل المحترم كان بيقولك تفهم مين حموك في كنكة، وطلع برضو قالك تواضع منهم قعدوا معانا. اعتذار واجب. وطلع برضو قالك شق البطيخة وعلى البركة، وركز فيها. وقالك برضو اللي فاهمهم راسه تعبانة. طبعا انت حافظ اللي انا بقوله وانا حافظ اللي انا بقوله، بس خليني اقولك الموضوع من وجهة نظر واحد راسه تعبانة. هما ملهمش اي لازمة على فكرة، لان هي اختك اللي بتداري عليك قدام ابوك عشان تنزل تلعب، وفي نفس الوقت هي اختك اللي بتظبط لك خروجتك مع خطيبتك، وفي نفس الوقت هي زميلتك في الجامعة اللي بتغششك الامتحان. سبحان الله. لا، وهي نفس اللي هي اصلا عشان تخطبها واهلها والذهب والشبكة والقايمة والنايمة والصاحية والوقفة. طيب، وبتبيع الذهب بتاعها عشان تشتري العربية بتاعتك. وطبعا كل دول كوم، وست الحبايب اللي بتعمل لك المحشي لحد النهارده كوم تاني خالص. الحقيقة ان ده ملف من الملفات اللي اشتغل عليه الغرب الفترة، ان هو يحاول يلعب في دماغنا كعرب او كميدل ايست او كشرق اوسط، اللي هو يحسسك ان الطرف اللي انت في حاجة او في نيدد ليه هو ملوش لازمة، وان انت ممكن تستغنى عنه عشان يحاول يوصل للخطة الجديدة المنيلة ب60 نيلة اللي انا وانت عارفينها. فخليني اقول لك تفهم مين حموك في كنكة.